السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده الجو برد وقررت اعمل معاكم اكلة اقتصادية وجميلة جدا بطريقتين. الاكلة ديت اقتصادية جدا، بتدفي جدا وكلها طاقة كده، واقتصادية جدا مش مكلفة، سعرها رخيص جدا. زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض الخبيزة. في الدول العربية انا معرفش اسمها ايه، ليها كذا اسم وكذا طريقة، وكل دولة وكل بلد بتعملها بطريقتها. النهاردة هعمل لكم بالطريقة اللي أنا اتعودت أكلها من إيد والدتي. في ناس هتقولي ما بنحبهاش وفي ناس كتيرة بتحبها. أنا نفسي كنت من الناس اللي ما بتحبهاش خالص، بس لما جربتها بالبرغل كانت أول مرة أدوقها وحبيتها جدا. النهاردة بقى هوريكم طريقتين للتقرطيف الخبيزة. تقدروا تقمعوها زي الملوخية كده بالإيد، أو تقطعوها بالسكينة كده، تقطعوا الزهرات بتاعتها بالسكينة، أو لو ما عندكم مقص هيساعدكم جدا في تقطيعها بسرعة. قطعتها كده بعد ما غسلتها كويس وسبتها تتصفى في مصفى، وبدأت أخرطها بالمخرطة. عايزة أقول لكم إن أنا قسمتها نصين. دلوقتي هشيل منها شوية علشان أوريكم ده الشكل بتاعها، بتكون ناعمة شوية عن الملوخية. بدأت بقى أركن دي والنص التاني. الناس اللي هتقولي أنا ما بنعرفش نخرطها بالمخرطة، أو عندنا الكبة وعايزين نعملها بالكبة، عادي برضو هتنفع. بس صراحة أنا بفضل بتاعة المخرطة أكتر. دلوقتي بقى بدأت أحطها في المفرمة بتاعة اللحمة، وضفت لها ربع كوباية من الشوربة الباردة، أو ربع كوباية من المية. وبعد كده بدأت أنزل الزهرات كده بالمعلقة، وبدأت أضرب فيها ضرب متقطع مش سريع، علشان بس تيجي لبعضها وأقدر أتحكم فيها بكل السمك بتاعي يكون زي بعضه كله. بعد كده ضفت الباقيين وبدأت أحط ربع كوباية تاني من المية. زي ما قلت لكم تقدروا تستعملوا شوربة، تزودوا بدل المية شوربة. احنا طبعا بنحط كمية قليلة، بس الشوربة طبعا تكون باردة. بدأت بقى أضرب ضرب برضو متقطع لحد ما تيجي لبعضها، وبعد كده بقى بدأت هلمها تاني على بعضها، وبدأت أضرب فيها بقى الضرب اللي هو السريع. وزي ما انتم شايفين بدأ القوام بتاعها يبقى نفس القوام اللي أنا عاملاه بالمخرطة. بدأت بقى كده أنزل الحروف، وأدي ده شكلها. طبعا الضرب زي ده، بس دي بنضيف لها شوية مية علشان بس تخلي السكينة معانا تلف. وده بيكون شكلهم بعد ما خرطتهم. حلة على النار ضفت فيها مية وورق لورا وحبهان وتوم، وكمان ضفت بصلة وسبع بهارات، وخليتهم كده غليوا حوالي غلوتين 3 كده. بعد كده قسمت الشوربة دي لاتنين، علشان هعمل نصها بالرز والنص التاني بالبرغل. في ناس كتيرة بتفضلها بالرز، وفي ناس كتيرة بتفضلها بالبرغل، وفي ناس بتعملها بالحمص. انا النهاردة هعملها بالبرغل وبالرز. بدأت كده سبت البرغل والرز يغلوا مع الشوربة حوالي 10 دقايق، وأول ما يبدأوا يخدشوا في سوا هبدأ أضيف الخبيزة في كل شوربة. طبعا أنا أسماها، فحطيت في اللي هي بتاعة البرغل حطيت اللي أنا خرطها بالملوخية، واللي فرماها في المفرمة حطيتها في اللي هي بتاعة الرز. كنت بقى مجهزة كده شبت، وده ضروري بيدي طعمها، خلي طعمها حلو جدا. بدأت بقى أضيفهولها، ومعلقتين كده توم، حوالي 5 فصوص أو 6 فصوص زي ما قلت لكم. بدأت أقلبهم كده في معلقتين زيت على معلقة زبدة. تقدروا تضيفوا زيت أو زبدة بس. وبعد كده بقى سبتهم يغلوا كده بعد التومة حوالي كده غلوتين 3، وبعدين نزلتهم. عملت معاهم بقى شوية رز كده بالشعرية، وحمرت فرخة كده في كيس الحراري وشوية سلطة، ودي بتبقى النتيجة النهائية. أول مرة تشوفوا القناة متنسوش تعملوا متابعة، واكتبولي بأي طريقة بتعملوها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.